مصر بتمر بأخطر مرحلة في تاريخها، والأمن القومي في خطر، والأمريكان والإسرائيليين ضاغطين علينا بكل الطرق، وهدفهم نفتح الحدود وناخد 1.5 مليون من أهل غزة يعيشوا في سيناء. ولاد العم واللي وراهم عاوزين يقضوا على غزة تماما، بس التمن صعب. وبعد شوية لما يموت آلاف من المدنيين، الغرب هيبتدي يتحرج ومش هيعرف يبرر إزاي بيدعم اللي ما يتسموش بشكل مطلق. وعشان كده الأمريكان حطوا خطة جهنمية. الخطة هي بناء مدينة خيام ل1.5 مليون فلسطيني من بتوع غزة، والمدينة هتتعمل مكان مستوطنة يميت، ودي كانت أكبر مستوطنة لإسرائيل على أرضنا واتدمرت سنة 83. وهم دلوقتي عاوزين يعملوا مدينة الخيام في مكانها، وبعد شوية الخيام هتتحول لبيوت وتبقى وطن بديل للفلسطينيين. وتمويل المشروع هتتكفل بيه دولة خليجية غنية جدا. والخطة عرضها وزير الخارجية الأمريكي على الرئيس السيسي، لكن الرئيس رفض الاقتراح تماما وقال له مش هنسمح بوجود فلسطيني واحد على أرض سيناء. ومن هنا ابتدت ضغوط من كل دول الغرب، وجنب التهديدات في عروض مغرية برضو، زي مساعدات اقتصادية كبيرة وإسقاط جزء من الديون، وكمان ضغط على إثيوبيا عشان نوصل لاتفاق حوالين موضوع سد النهضة. وفي نفس الوقت في ضغوط من دول عربية غنية عشان نقبل بوجود الفلسطينيين عندنا، بس كل العروض اترفضت تماما. وإسرائيل عاوزة تبعت لنا 1.5 مليون فلسطيني، واللي هيفضل من سكان غزة يوزعوه هم والأمريكان على دول مختلفة، وبكده ياخدوا القطاع بشكل كامل ويحولوه لمنتجعات سياحية. ومع زيادة الضغوط الرئيس طلع وهدد إن ملايين المصريين هينزلوا الشوارع ضد مشروع التهجير والتوطين في سيناء، وأجهزتنا السيادية رصدت المخطط بشكل واضح. القصة باختصار إن اللي إسرائيل بتعمله في قطاع غزة هدفه النهائي إجبار الفلسطينيين على النزوح لمصر، واللي ما يتسموش بيخيروا أهل غزة يا إما يموتوا بالقصف أو الجوع يا يهربوا ويروحوا سيناء. ورغم إن مصر بتستقبل أي حد على أرضها من إخواتنا العرب وعندنا 9 مليون ضيف، لكن الموضوع ده يفرق تماما، حيث أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن. واسمحوا لي أننا أتحدث قليلا في هذه النقطة. إحنا المصريين كلنا كنا دايما لنا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبدا ولم نشتكي أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر. الأمر اللي أنا بتكلم فيه ده، إحنا دايما بنقول إن إحنا عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني ما حدش يقدر يزايد علينا ويقول إن إحنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا، ما حدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة. لكن الأمر مختلف، الأمر اللي أنا بتكلم فيه أمر مختلف. في الأشقاء والضيوف اللي بتكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة، وأرضهم موجودة وباقية لهم. لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به.
احنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور ابدا ان ده معناه ضعف او تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر. ده خط أحمر بالنسبة لنا. الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا. وهنا أيضا أشكر دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت على دعمها للموقف المصري ورفضها لأي محاولات بهذا الشأن. كما أكدنا على ضرورة